الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتكريما وتعظيما بالقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. طيب احنا سعداء بحاجه ان في بعض الناس المتابعين والمشاهدين يعني متابعين معانا، فده شيء كويس خالص. ولذلك برضه احد المتابعين مشكورا نوه ان هو لم يعثر على حرف الدال ولا السين ولا الصاد، فرد عليه احد المتابعين ايضا، مش احنا يعني، رد عليه احد المتابعين ايضا قال له لا ده يعني ارجع للقائمه بتاعت التشغيل بتاعت الخط الكوفي الفاطمي هتلاقيهم. واحنا لما راجعنا الامر لقينا فعلا ان حرف الدال والسين والصاد لا احنا شارحينهم في الكوفي الفاطمي، لكن احنا بنحب هذه المتابعات وبنحب اي تعليقات عشان اذا فاتنا حاجه نقدر ان شاء الله ان احنا نكملها مع بعض، يعني علشان نحس ان احنا بنأدي خدمه ونكون سعداء بذلك. النهارده احنا هنشتغل حرف مهم جدا، واحنا لما كنا اشتغلنا الحرف بتاع اللام قلنا ان ده حرف اللام ده لوحده، اما النهارده هنشتغل حرف من الحروف الثقيله شويه اللي له اشكال متعدده كثيره، ولكن احنا هناخد برضه حرف انتقيناه او شكل انتقيناه من حرف شكل انتقيناه من حرف اللام الف. هنشتغل والشكل اللي احنا انتقيناه من حرف اللام الف يشتغل معاه، يشتغل مع اي حد بيشتغل كوفي فاطمي، يعني هو وليه حالتين برضه، يا اما مفرد يا اما متصل منتهي، لان لام الف عمرها ما تبقى متصله من ناحيتين يعني بالتاكيد، يعني يبقى هو يشتغل بحالتين. اذا نبدا في شرح حرف اللام الف. هنيجي نعمل ده احنا خلاص متفقين وعارفين ان ده صلب السطر، اعلى صلب السطر اسفل صلب السطر، اللي خطين مع بعض صلب السطر، ثم في يبقى دي اذا كانت 8 تحتيها 4 تحتيها 8 تسطيره معروف، واللي فوق ده هو اقصى ارتفاع على بعد 96 مللي. طيب علشان نعمل حرف اللام الف انا في جزء بيشتغل تحت وفي جزء ثاني بيشتغل فوق، هنشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. فانا هنبدا بخط بدايه اهو، ده خط بدايه هنبدا نقيس منه، هنقيس منه خلي عد معايا 1 2 3 4 5 هنقيس منه 5 ثمانيات، يبقى نقيس كده حتى من فوق اهو، يبقى عندي ادي 8 كمان 8 كمان 8 كمان 8 اهي بهذا الشكل، يبقى 8 2 3 4 5 اهم. عد معايا من تحت عشان يمكن اوضح، ادي 8 وادي كمان 8 لغايه هنا، وادي كمان 8 لغايه هنا، وادي كمان 8 لغايه هنا، وادي 8 رقم 5. عد معايا 1 2 3 4 5 5 ثمانيات، 1 2 3 مع بعضيها كده 4 5 بنعملهم برضو فوق علشان نبدا نوصلهم مع بعض بهذا الشكل. يبقى انت معايا برضه ادي اول 8 اهي، تاني اهي تاني 8 تاني 8 اهو، تالت 8 سيب الخط الاحمر ده دلوقتي، تالت 8 تالت 8 وبعدين رابع 8 اهي، رابع 8 خامس 8، يبقى انا عملت 1 2 3 4 5 5 ثمانيات من خط البدايه. طيب ده صلب السطر، هنطلع فوق صلب السطر 3 ثمانيات، يبقى عندي ادي 8 وادي كمان من هنا لهنا 8 وكمان مره كمان 8 اهي، ناخدهم في الجهه الاخرى، يبقى برضه ادي 8 منها كمان 8 وبعدين كمان 8، يبقى طلعت اعلى صلب السطر 3 كمانات بنوصلهم ببعض اهو، يبقى برضه ادي اول 8 اهي فوق صلب السطر، دي تاني 8
فوق يبقى 8 اولانيه، 8 تاني، وكمان واحده فوق يبقى 3 تمانيات فوق صلب السطر اهو. ادي تالت 8 فوق، ده صلب السطر الاصفر طلعنا فوقيه 3 تمانيات. اما من خط البدايه او نقطه البدايه اللي هي ده اهي عملنا 5 تمانيات، 1 2 3 4 ادي الخمسه. طيب لحد كده ماشيين كويس مع بعض، احنا مع بعض واحده واحده اهو. طيب ايه اللي هنعمله؟ يبقى ده الجزء السفلي. الجزء العلوي هيتعمل ازاي؟ هنيجي على الثمانيه اللي في النص اللي هي رقم 3. الثمانيه ارجوك ركز معايا، الثمانيه اللي في النص هنقسمها نصفين، يعني هنا بقى 4 وهنا 4. يبقى هنيجي وانا عملتها حتى بلون مخالف اهو. يبقى بس عشان نقسمها مظبوط بنحط المثلث بتاعي على الخط بالظبط كده اهو اهو. وبنيجي على فكره الخط اللي انا بنعمله اللي بنقسم بيه الثمانيه ده ما بيشتغلش معايا، بس هنعوزه اهو. انا قسمت الثمانيه اللي في النص اهو، بس بنمد الجسمه ديت لحد الاخر كده. خلي بالك الخطوط ديت مش المفروض انها مش موجوده، بس انا هنقول لك احنا عملناها ازاي. يبقى الثمانيه اللي في النص انا قسمتها 2 وطلعت لحد اقصى ارتفاع. حلو كده. هنيجي بالثمانيه اللي انا قسمتها في النص دي هنعمل ايه؟ نخش منها 8 و8. الخط النص اهو اللي هو الاحمر هنخش 8 و8 جهه اليمين، و8 و8 جهه اليسار جهه الشمال اهو. يبقى خليك معايا مسطره اللي انا بقسمها اهي. يبقى من خط المنتصف ده ادي 8 وادي كمان 8 اهي، ثم على يمين الخط المنتصف دخلنا 8 شمال وكمان 8. الكلام ده هو موجود معايا اساسا نقسمه ناخده حتى من هنا كمان اهو. ناخد 8 من خط المنتصف، انا ماليش دعوه بالجزء اللي تحت كانه ما اتعملش، الجزء التحتاني ده كانه ما اتعملش. يبقى برضه ادي 8 وادي كمان 8. برضه ناحيه الشمال انا بس بنعمل فوق وتحت على اساس تطلع الخطوط منتظمه. نوصل الكلام ده ببعض، نجيب مسطره طويله شويه اهو. يبقى الخط ده النقطه دي بالنقطه دي كان الاسم ده يا جماعه كانه مش موجود. انا شغال دلوقتي على ايه؟ خط المنتصف اهو. يبقى نوصل النقطه دي بالنقطه دي كده بهذا الشكل اهو. انا ماليش دعوه الجزء التحتاني دلوقتي كانه مش موجود، كانه مش موجود اهو. وادي كمان 8 وادي على شمال الخط المنتصف اللي هو الاحمر برضه ادي 8 وادي 8 اهو. يبقى فوق ايه اللي عندي؟ تحت 5، لكن عندي فوق اصبح 4 تمانيات. ادي 8 رقم 1، ادي 8 رقم 2، ادي 8 رقم 3، ادي 8 رقم. يبقى فوق عندي 4 تمانيات، اما تحت كان 5. طيب انا عايز نعمل ترويسه، يبقى هننزل 12. احنا عارفين الكلام ده مع حرف الالف واللام وخلافه. هننزل 12 من اعلى صلب السطر. ادي 8 و4 يبقوا 12، وادي 8 و4 يبقوا 12 اهو. بنوصل دي مع دي كده اهي بهذا الشكل اهو. الكلام اللي انا عملته يبقى نزلت كده 12 دول عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل ترويسه. بس الترويسه دي من الثمانيه دي نعمل جهه الشمال 4 اهي لحد هنا 4 تمام اهو. يبقى الشمال دول كده 4 حته بحته كده. نفترض ان انا النهارده هنشتغل باللون الاصفر، يبقى انا هناخد الترويسه دي كده اهو. انا مبين لك حته بحته اهو. يبقى دي ترويسه الجزء ده اللي انا عملته هنا، هنرجع نعمله هنا. يبقى برضه هنخش المره دي من الثمانيه اللي في النص دي نخش 4 اهي 4 اهي. يبقى انا كده برضه دخلت كمان كده 4 اهي. يبقى برضه عشان نيجي هنا اهو نعمل ترويسه كده 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 اهي
خلي بالك ساعات يعني بيعمل الترويس المره، لا هو الترويستين دول متقابلين مع بعض يعني للجمال، للجمال. طيب انا عملت الجزء اللي فوق ده، هنحاول يعني الى حد ما نبينه شويه عشان نقول احنا هنعمل ايه. يبقى انا هننزل كده اهو، ومن ده نزلنا كده اهو، ومن ده نزلنا كده، ومن ده نزلنا كده. بانت هنا ان في الفات، لسه هنكمل احنا. طيب نسيب الجزء العلوي ده، هننزل تاني للجزء السفلي، هننزل للجزء السفلي. انا زي ما كان خط البدايه دي 8 في النص، احنا قسمناها يبقى هنا في 4 وهنا في 4، يبقى لكن هي 8. هنيجي خلي بالك من عند تاني 8، من عند تاني 8 هنعمل القوس ده اهو كده اهو، اهو كده 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 لحد ما يوصل لحد هنا. بص خليك معايا اهو، بس ديت هناخدها من هنا وبس، لان الجزء ده كانه كده مش موجود، لاننا هنشتغل على الخط ده، وعشان نبين الدنيا نوصل بالخط ده لغايه هنا عشان ما نتلخبطش. اهو ناخد من الجزء ده كده هنوصله لحد ما نيجي هنا اهو. خلي بالك هو بيتقاطع فين؟ بيتقاطع على خط المنتصف الاحمر، بيتقاطع الخط الاصفر بيتقاطع مع خط المنتصف الاحمر. طيب هنيجي عشان بس هنعمل لك كده انا ضلع، هنيجي من الخط الاصفر ده نمشي تمانيات، نمشي تمانيات، يبقى لي 8 اهو. حط كده وامشي مع القوس 8، امشي مع القوس 8، حط المسطره وامشي مع القوس 8، حط المسطره امشي مع القوس 8، حط المسطره امشي مع القوس 8، حط المسطره لغايه هنا امشي مع القوس. يبقى ده بينزل معايا لغايه هنا اهو، وناخد ده يبقى ده الى حد ما هذا الخط بيمشي وهو متوازي مع بعض. يبقى هننزل كده اهو، هنيجي هنا اهو علشان ينزل معايا هنا كده اهو بهذا الشكل. تمام؟ يعني برضو لو احنا مثلا عايزين يعني نوضح الامر شويه وايه ونمشي خطوه بخطوه، لا مانع نمشي خطوه بخطوه. هنيجي نظبط لك الجزء ده كده اهو، يبقى انا عملت كده احد الاضلاع. هنكمل احنا بعد شويه. طيب زي ما عملنا هنا هنعمل هنا. يبقى انا عندي برضه الجزء ده او الخط ده واصل لغايه هنا اهو، لان ده ما مشاش مع الخط بتاع الثمانيه، لا ده هو دخل شويه عشان فوق 4 ثمانيات، اما تحت كان 5. هنيجي برضه هنا اهو، ده هنمشي عشان يتقاطع برضه مع الخط الاحمر اللي هو كان كده، عشان نطلع بيه كده اهو ونوصل بيه لهنا كده اهو بهذا الشكل. تمام؟ وبرضه منه نبدا ناخد ثمانيات اهو. يبقى لي 8 ماشي مع القوس 8، ماشي مع القوس 8 هنا، ماشي مع القوس اهو 8 هنا، ماشي مع القوس 8 هنا، التقط معاها هنا. يبقى دي هننزلها لغايه تحت كده بهذا الشكل اهو، وهنطلع بده اللي هو كان جاي من هنا كده وماشي معايا كده اهو بهذا الشكل. وهنا برضه ده ماشي بدك تكملته كده اهو، بس ده هيبقى قاطع يعني عشان يمشي عشان يتقاطع معاه هنا اهو بهذا الشكل. انا بس مش عايز اشيل ديت عشان عايز ده هو اللي بقاطع ده. يبقى فرضا ان هنيجي من هنا اهو هنعمل كده اهو، وهنيجي من هنا اهو هنعمل كده عشان يبقى في قاطع ومقطوع اهو، ونيجي نظلل الجزء ده اهو. وده يمشي كده مثلا هناخد حاجه كده عشان نحس ان ده قطع عليه اهو الشكل. يبقى في جزء قطعي بس. هنيجي من هنا اهو، خليك معايا اهو، هنيجي هنا نشتغل بقى على الجزء الثاني اللي هم كانوا 5 ثمانيات. هنيجي بس ديت هنوصلها لغايه هنا
ودي هنوصلها لحد التمانية دي، على نشتغل بقى على 5 ثمانيات اللي تحت اهو، ودي موصلها بدي كده اهو، دي كانت نازله معاها، دي بتنسد كده بتنجفل اهي بالشكل ده، واللي تحت دي بتنجفل كده اهي بهذا الشكل. خلاص يا عم اهو، اقفل بقى دي كده مع بعضيهم اهو. يبقى ده كده شكل اللام الف، ولكن عايزين نعمل له كمان، يعني هو دايما الخط في اي نوع من الخط دايما بيدوروا على ما يحل الحرف، زي ما بنعمل تلميسها للام مثلا في خط النسخ او الثلث او حليه بنسميها عشان تحل اللام او تحل الالف، فهنا برضه عايزين نعمل لها حليه عشان نفترض ان انا عندي كلمات بتنزل لحد اقصى نزول، لا هنروح ماسك الجزء ده اهو واخده ونازل بيه لحد خط المنتصف، والجزء ده واخده نازل بيه لحد خط المنتصف بهذا الشكل اهو. يبقى ممكن يبقى الشكل نزيد عليه الجزء ده كمان كده بس. يبقى ده الشكل النهائي، الشكل النهائي بتاع اللام الف. خليك معايا، الشكل النهائي بتاع اللام الف المفرد خلاص، يعني هو مش متصل لا يمين ولا شمال، زي ايه؟ خليك معايا بقى، حرف اللام الف مفرد زي كلمه لا اقسم بهذا البلد مثلا، يعني كلمه لا هي بالشكل ده اهي كلمه لا، او كلمه الاسلام، بس ايه في الاسلام ده اهي، دي مالكش حتى دعوه، مالكش دعوه بالالف، هي ده اهي بس الاسلام. يبقى اللام الف بتاعت الاسلام ما فيهاش الالف، هي لا بس، كلمه لا لوحديها او كلمه الاسلام، يبقى حرف اللام الف مفرد اهو. طيب حرف اللام الف يجي كمان ايه؟ يجي متصل منتهي، يعني هو اتصل بحرف جنبيه ولكن هو كان في الاخر منتهي، زي كلمه ايه؟ بلى كلمه بلى اهي، او كلمه هلا، يا هلا بيكم، كلمه هلا خلاص. يبقى بقى بس لما نيجي نوصل منين؟ تعالوا نعملهم برضه، الاتصال هيبقى من هنا، لون تاني اهو يبقى اللون البرتقالي ده اهو هو منطقة الاتصال على ايه؟ على صلب السطر اهو، دي منطقة الاتصال. يبقى لو هو اتصل بحرف جنبيه، بس بنسيب من هنا 4، انتبه بنسيب من هنا 4 اهو، من هنا 4 ونبدا نوصل للحرف اللي جنبيه، يبقى متصل منتهي اهو زي كلمة بلا هلا، او على الاسلام نفسها، كلمة الاسلام اللام الف الاولانيه لا، ده لام الف مفرد مش متصل بحاجه، اما اللام الف بتاعت الاسلام الثانيه لا، فهي اتصلت بالسين جنبيه، يعني كان في سين هنا ورحنا عاملين اللام الف. حرف اللام الف له اشكال متعدده كتير جدا، ولكن احنا اخترنا هذا الشكل وهو يمشي معانا، احنا ده كان بودينا طبعا، ويمكن ربنا يسهل علينا ونقدر ان احنا نستكمل باقي الاشكال في حروف خط الكوفي الفاطمي، اذا يعني كان لنا عمر وسمح لنا الوقت ان احنا نشتغل، لكن احنا بس بنشتغل الحاجات اللي هي تشغل الناس بتاع الدبلوم الخط، او برضه المعرفه البسيطه للناس اللي عايزه تعرف كوفي فاطمي. يعني احنا شاكرين جدا هذه المتابعه الفعاله، وان شاء الله الفيديو القادم مع اخر حرف هو حرف الياء، اذا كنا ناسيين بعض الحروف قولوا لنا. يعني الى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.